فيلمنا بيبدأ مع ميرا واللي بتشتغل ككاتبة لقصص الأطفال، وفي يوم وهي قاعدة في مطعم لوحدها بيجيلها مسج من حبيبها جون واللي بيعمل لها مفاجأة وبيظهر فجأة قدامها في المطعم. بيقعدوا بعد كده يتكلموا عن خططهم لباقي اليوم وبيتفقوا ان جون هيروح لها البيت بالليل وانها هتعمله العشاء. بعدين بيقولها انه لازم يمشي عشان عنده شغل، بس هي بتبقى زعلانة ومش عايزة تسيبه. بيعتذر لها وبيقولها انه هيشوفها بالليل، وبيخرج فعلا وبيسيبها بس بيبقى مركز معاها وعينه عليها. وفي الوقت ده بتحصل حادثة وبتخبطه عربية وبيموت قدام عينيها. بتظهر ميرا بعدها بسنتين وهي عايشة في بيت أهلها، وده لأنها مبتبقاش عايزة تعيش في المدينة اللي مات فيها حبيبها. وبنشوف إن أختها بتكلمها كل يوم وبتحاول تقنعها ترجع تعيش معاها تاني في المدينة، وبتقول لها إن جون لو كان عايش ما كانش هيبقى حابب أبدا إنها تحبس نفسها بالشكل ده. وفعلا بتقدر تقنعها وبتقرر ميرا ترجع تعيش مع أختها تاني في بيتها. وفي البيت بتقعد سوزي مع ميرا وبتديها صندوق مكتوب عليه اسم جون وبتطلب منها انها تفتحه، لكن ميرا بتبقى خايفة انها ترجع تتوجع تاني بسبب افتقادها لحبيبها. لكن اختها بتقولها ان عدى سنتين بالفعل وانها لازم تحاول تتخطى الموضوع. بالفعل بتفتح ميرا الصندوق وبتلاقي قميص جون وبتلبسه، وبتلاقي الخاتم اللي كان ناوي يقدمه لها علشان يتجوزها. وبتقول لاختها انه كان ناوي يتجوزها بس الموت منعه، وبتتأثر جدا واختها بتحاول تخفف عنها. بعدها بيظهر الصحفي روب واللي بيشتغل كناقد موسيقي، واللي بيصحى على صوت تليفونه مفزوع، وده لانه رن كذا مرة. وبيلاقي مسجات كتير من شغله ولانه اتأخر عن ميعاده، وبيقوم علشان يلبس لكن بيوقفه اشعار بيجيله من حبيبته السابقة وهي منزلة صور مع حبيبها الجديد، فبيتأثر جدا. وفي الشغل بنشوف الصحفي روب مع مديره وهو بيتخانق معاه، وده لانه فقد الشغف من ساعة ما حبيبته سابته قبل فرحهم باسبوع، وبيطلب منه يحاول يجدد شغفه مرة تانية، وده لانه المفروض يعمل ريبورتاج مع مغنية مشهورة العالم كله بيحبها اسمها سيلينا. وبنرجع لميرا وسوزي واللي بيكونوا قاعدين يتعشوا بالليل في مطعم متعودين يروحوه دايما، وبيجي صاحب المطعم وبيقدم لهم وجبة مسميها على اسم ميرا بسبب حبه فيها. وبتسأله ميرا ازاي قدر يتخطى موت زوجته، وبيقول لها انه بيقعد كل يوم بالليل يمثل انه قاعد معاها وبيتكلم معاها، وان مش معنى ان الاموات ما بيقدروش يتكلموا ان هما ما بيقدروش يسمعونا. فبتعجب ميرا بالفكرة وبتقرر انها بالليل هتعمل كده. وبالليل فعلا بتقعد ميرا تتكلم مع جون، لكن بتحس انها مجنونة فبتقرر انها تبعتله رسائل على رقمه القديم، وبتكلمه عن قد ايه هو وحشها وهي مفتقداه. وفي الوقت ده بيجي مسجات كتيرة جدا لروب على موبايل الشغل الجديد، فبيفتح المسجات وبيقراها وبيستغرب ومبيبقاش عارف مين اللي بيبعتله المسجات دي. تاني يوم بتروح ميرا تسلم الرسومات اللي هي رسمها لصاحبة المجلة اللي بتشتغل فيها، وبتتصدم صاحبة المجلة من سوداوية وحزن الرسومات اللي هي رسماها، وبتفكرها انها شغالة في مجلة للأطفال. لكن ميرا بيكون وجهة نظرها ان الأطفال المفروض يعرفوا ان الحياة مش دايما وردي وان بيكون فيها حزن ساعات، لكن ما بتقتنعش صاحبة المجلة بالكلام ده. بعدها بنشوف روب وهو قاعد يقرا مسجات ميرا ومتأثر ومستغرب ومش عارف مين اللي بيبعتها له. بيبص حواليه في الشغل فبيلاقي زميلته ماسكه الموبايل فبيشك فيها. بيروح لها وبيطلب منها انه يكلمها على انفراد، وبيسألها وهو مكسوف جدا اذا كانت حاسه بأي حاجه ناحيته او معجبه بيه. لكن هي بتستغرب جدا من كلامه وبتتريق عليه وبتقوله انه اكبر منها في السن، بس هو بيقولها انه هو عنده 35 سنه بس. فبيوريها روب المسجات اللي بتجيله على موبايله، لكن هي بتستغرب من كمية المسجات الرومانسية اللي مبعوثة من رقم غريب، وبتقوله ان ممكن ده يكون حد بيحاول ينصب عليه علشان يبعتله رقم الحساب بتاعه. لكن هو مش بيصدقها وبيفضل مستني المسجات من الرقم المجهول طول اليوم. وبعدها بيروح للمؤتمر الصحفي للمغنية المشهورة سيلينا، وهو بيسمعها بيجيله كذا مسج من رقم ميرا، فبيقراهم وبيسرح معاهم. فبتتضايق جدا سيلينا وبتقوله اذا كانت هي مملة للدرجة دي ومحسساه بالزهق، فبيكرر لها اكتر من جملة قالتها في اغانيها، وبيسألها اذا كانت هي حست كده فعلا، لكن هي بتقوله انها شايفة انه ما يفهمش اي حاجة عن الحب. وبنرجع لميرا واللي بتكون قاعدة بتبعت مسجات على رقم جون القديم، وبتقاطعها اختها سوزي واللي بتوريها الاكاونت اللي عملته لها على تطبيق المواعدة. بترفض ميرا لكن اختها بتضغط عليها وبتقولها انها لازم تعيش حياتها حتى ولو ليوم، فبتضطر توافق. وبعدها بتبعت رسالة على رقم جون القديم وبتتكلم عن قد ايه هي متضايقة وحاسة بالذنب بسبب اللي هتعمله، وبتكتب اسم المكان اللي هتقابل الشخص ده فيه. فبيقترح روب على اصحابه انه لازم يروح يشوفها، وده لانه عايز يعرف الشخص اللي بيكتب الرسائل دي، وبيقترح عليه صاحبه انه يروح معاه علشان ما يسيبوش يروح لوحده. وفي نفس الوقت بتوصل سوزي وميرا، وبتفضل سوزي تشجع ميرا علشان تدخل، واللي فعلا اول ما بتدخل المكان بيشوفها روب وبيحس انه يعرفها من زمان وبيتمنى ان تكون هي دي الشخص اللي بتبعت الرسائل. وبعد شوية بيوصل الشخص اللي المفروض ميرا تقابله، بيقعدوا مع بعض لكن هي بتكون مش معجبة بيه ومتضايقة، وبيستأذن وبيقوم للحمام، فبتبعت مسج لرقم جون القديم. فبيعرف روب انها متضايقة ومش مبسوطة باللي بيحصل، لكن بيتفاجئ لما بيلاقيهم هما الاتنين خارجين مع بعض.
وتاني يوم بتبعت رسالة لرقم جون القديم بتقوله فيه قد ايه هي مفتقداه، فبيبتسم روب وبيعرف انها ما كانتش مبسوطة مع الشخص اللي قابلته امبارح. وبنشوف روب في مقابلة شخصية مع المغنية سيلين، واللي بتكون مهتمة تعرف عن حياته اكتر، وده لانها شايفاه مش مؤمن بالحب. فبيقول لها انه حس بالحب مع خطيبته السابقة لكن بطل يؤمن بيه بسبب اللي عملته فيه. بيسألها روب إذا ممكن حد يحب حد ما يعرفوش، وده بس عن طريق كلامه. وبتتحول المقابلة الرسمية بينهم لمقابلة 2 صحاب، وبيوريها رسائل ميرا اللي بتأثر فيها جدا بسبب صدقها، وهي بتنصحه انه لازم يتعرف عليها في أقرب وقت. وتاني يوم ميرا بتبعت رسالة على رقم جون القديم بجملة من أغنية أوبرا، وهي عبارة عن 2 كانوا بيحبوا بعض لكن واحد فيهم مات. فبيقرر روب انه يحضر كل عروض الأوبرا، وده لحد ما يقابل ميرا. ففضل يحضر كل يوم فعلا، وكل يوم كان بيتأثر بحاجة جديدة. وفعلا في يوم بيشوف ميرا وهي خارجة من دار الأوبرا، وبيفضل يبصلها بانبهار. فبتروح وبتسأله إذا كانوا يعرفوا بعض، فبيقول لها انه حاسس انه يعرفها من زمان، بس ده ما يمنعش ان هما ممكن يتعرفوا. وبيظهر على ميرا السعادة، وده لأنها حست ناحيته بحاجة مختلفة. فبياخدوا أرقام بعض، وبيرجع روبي يتأكد ان هو نفسه الرقم اللي كان بيبعت له الرسائل. وبيقرر انه يدور عليها على الانترنت، وبيعرف انها كاتبة لقصص الأطفال، وبيقدر يوصل للأكاونت بتاعها، وبيعرف من خلاله ان فعلا حبيبها كان متوفي. وما بيبقاش عارف يقول لها ازاي انه شايف كل المسجات اللي كانت بتبعتها لحبيبها. وتاني يوم بيحكي روب لاصحابه انه اخيرا اتعرف على ميرا، وفجأة بيلاقيها بتتصل بيه، فمن حماسه ما بيبقاش عارف المفروض يعمل ايه اصلا. وعلى الناحية التانية بتكون ميرا متحمسة جدا ومستنية يرد عليها، وبيرد عليها بسرعة، وبيقرر انه يعزمها على العشاء. فبتوافق ميرا، وبتكون هي كمان مبسوطة ومتحمسة جدا. وبيتقابلوا فعلا، وبيفضلوا يتكلموا بكل بساطة كأنهم يعرفوا بعض من زمان، وبيلاقوا انه في توافق في اجوبتهم وتفكيرهم بشكل غريب. وبيخرجوا يتمشوا هما الاتنين وهما مبسوطين، وبيعترفوا بإعجابهم لبعض. وبيلاحظ روب خاتم الجواز في ايد ميرا، فبتحكي له ميرا عن حبيبها اللي مات قدام عينيها. وروب كمان بيحكي لها عن خطيبته اللي سابته قبل فرحهم بأسبوع. وبيطلع عليهم الصبح وما بيكونوش فاهمين ازاي الوقت عدى، وبيقرروا ان هما يروحوا ويتقابلوا تاني بالليل في بيت ميرا. وفي الشغل بيسأل روب صحابه إذا كان المفروض يقول لميرا الحقيقة، فهما بيقولوله إنه ما يقدرش يبني حبه على كذبة، وإنه لازم يقول لها، لكن بيخاف إنه يخسرها، فبيقرر إنه يستنى شوية. بيروح روب لبيت ميرا، وبيفضلوا قاعدين مع بعض لحد ما ميرا بتنام. بينقلها لسريرها وبيغطيها، وبينام هو على الكنبة. بتيجي اختها سوزي وبتتخض جدا لانها ما بتبقاش عارفة هو مين، لكن لما بتعرف انه روب بيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبتتخض ميرا لما بتصحى الصبح على صوت روب، وبتعرف انه لسه موجود. فبتخرج باستعجال وبتركب عربية جون وبتفضل تعيط. وبيروح روب لسيلين، وبيكون متضايق جدا، وبيحكي لها عن ميرا وحبيبها اللي مات وانها مش قادره تنساه. وبتقاطعهم المساعده بتاعتها، وهي بتوريها الملصق الاعلاني بتاعها واللي مش بيعجب سيلين. فبتيجي الروب فكره، وبيعرض على سيلين انها تخلي ميرا هي اللي ترسم لها الملصق الاعلاني. وبتوافق سيلينا، وبتكلم ميرا، وميرا ما بتبقاش مصدقه ان سيلينا المغنيه المشهوره طالبه تقابلها. وبيتقابلوا فعلا، وبيتفقوا على الملصق الاعلاني وعلى ميعاد التسليم. وبتخرج وهي مبسوطه، وبتكلم روب وبتطلب انها تقابله، وبتعتذرله عن الطريقه اللي خرجت بيها من البيت، لكن هو بيقول لها ان هو مقدر. وبيقرروا ان هما يلعبوا كرة السله مع بعض. وفي الوقت اللي بتكون ميرا موجودة في بيت روب، بتلاقي كتاب عن المغنية سيلين. وقت ما بيتحركوا بيتفتح اللاب الخاص بروب، وبتلاقي كل الرسائل اللي كانت بعتها على رقم جون القديم. فبتقرر تتصل بالرقم، وبتكتشف ان الرقم موجود مع روب. فبتتصدم جدا، وبتكتشف انه طول الفترة دي كان بيكذب عليها. وبس كده، لو عايزين تعرفوا نهاية الفيلم ايه اتفرجوا عليه واكتبولي في الكومنتس لو عجبكم.